ازاي بننطق الكلمتين دول؟ اول كلمه بتنطق special. الكلمه دي فيها صوتين متحركين وبالتالي تكون مكونه من مقطعين صوتيين في فاصل ما بينهم. قلت لك ابدا اتدرب على نطق كل مقطع صوتي لوحده وكانه كلمه لوحدها. المقطع الصوتي الاول بيحتوي على صوت متحرك اسمه short e، وقلت لك قبل كده ان ده نطقه مفتوح شويه، يعني بتقول spa، ما تكسروش بقى وتقولي special، لا بتقول spa. واوعى تحط صوت متحرك قبل صوت الاس وتقول لي ايه spa special، لا غلط. ابدأ الكلمة بصوت الاس على طول، وبعد كده بي تقيلة وبعد كده شورت اي مفتوح، سبا. كده المقطع الاول خلص. المقطع الصوتي الثاني بيحتوي على صوت متحرك اسمه شوا. الشوا اندمجت مع ال وكونت لك صوت الدارك ال. النبرة دي بتنطق ازاي؟ شوا ال بتقول او، بقك مضموم ولسانك ما بيلمسش سقف بقك، يعني ما بتقولش ال او ال، لا بتقول ايه؟ او. عارف انت كلمة people؟ واخد بالك من اخرها؟ po، بقك مضموم ولسانك ما بيلمسش سقف بقك، po. هو ده اللي هنعمله في المقطع الثاني. النبرة دي من الدارك ال بتنطق او، هنضيفها لصوت الاس اتش اللي هو الشين فنقول show، فيبقى نطق الكلمة special special. الكلمة الثانية بتحتوي على 3 أصوات متحركة وبالتالي تكون مقسمة ل3 مقاطع صوتية في فاصل ما بين كل مقطعين صوتيين متتاليين. أول مقطعين صوتيين في الكلمة دي هم بالظبط نفس المقطعين بتوع كلمة special special. يبقى كل اللي عليك إنك تتدرب على نطق المقطع الصوتي الثالث. المقطع الصوتي الثالث بيحتوي على صوت متحرك اسمه long e، وده عامل زي مد الياء عندنا في اللغة العربية، وقته طويل ومكسور خالص. اي الصوت المتحرك بيشتغل ازاي؟ بضيفه للساكن اللي قبله عشان احركه. الصوت المتحرك بتاعك اي، هضيفه للتي واقول تي، فيبقى نطق الكلمه specialty specialty specialty. ادعمنا بلايك وشير، ولو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وانا هجاوبك عليه. ادخل على موقعنا perfectioncourses.com واتفرج على محاضرة مجانية مدتها ساعة بنوريك فيها تطبيق عملي للخطوات اللي لو عملتها هتتكلم انجليزي بطلاقة وبلهجة امريكية سليمة في 3 شهور بس.